مشاهدينا الكرام أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عيدكم مبارك ومساء الفل للناس الكل في بركان الفيلودروم وفي أوقات تاريخية بحضور النجوم العالمية بمناسبة دور نصف النهائي. في الحقيقة هو دور نهائي قبل الأوان بين فرنسا وألمانيا، القمة النارية في انتظارها كل سكان كوكب الأرض لما تحتويه من منافسة تاريخية شرسة بين الفرنسيين والألمان. الديوك الفرنسية اكتوت بالنيران الألمانية في آخر أكبر المواعيد، تريد الثأر على أراضيها وأمام جماهيرها. بايت يراوغ، يا سلام، يوزع والتدخل من امريكان نجم ليفربول. اول ركنيه فرنسيه. جريزمان يوزع، تدخل دفاعي من توماس مولر. مباراه النار، جيروم بواتانغ يؤمن مع مانويل نوير. محاوله التواصل مع يوليان دراكسلا، وكالعاده اللي وزع بالقائم الثاني متابعه من ديمتري بايت، لكن تدخل من نيكولا ريتسون يطلب اللعب. تدخل لبواتانغ، يواخيم لوف، نسبة توداي، منظومة رائعة، جول! لا، أوه! مانويل نوير أكبر الحراس الألمان، هو الضمان. قوي سيسوكو يوزع لليسار، اوليفيه جيرو كان يغير بنجاح. كيميتش صعب عليه الكرة، وصول متأخر لمدافع بايرن ميونخ، واللمسة ممتازة ويعدي امريكان. توماس مولر ليس جيرد، يعدي لليمين لكيميتش. كيميتش يحاول التوزيع والتدخل والخطورة. تعتذر عن الحضور هذا توماس مولر، يحاول التصويب لكن كرة بالتليفون باتجاه الحارس. جولمانية خطيرة وامكانية هكتور. التصويب من امريكان، مهاجم بايت من اجل تصعيب الحياة على المانيا، لكن ما يعديش. يعدي ودراكسلر لكن كرة بعيدة في مسعود اوزيل. تدخل للوران كوسياني، كروس يعدي، وفي النهاية ريتسولي يقول ليست ضربة جزاء. البروفيسور طبعا يواخيم لوف، ستوريا ستار، سيسوكو يعطي كرة عرضية. كيميتش يراوغ ويسدد ما يتيب له ويشتهي، وديمتري بايت والمخالفة اللي يبحث عليها متوسط ميدان ويست هام. ياتي الكرة، هو العابر للقارات رقم 8 الفرنسي ديمتري بايت يستنى فيه ناير، وكانت الكرة على اليمين كما قلت لكم. اوزيل مع 4 لاعبين، الكرة بالتليفون لتوماس مولر. سرعة مجنونة وكرة ألمانية رائعة بكامل الفنون من مسعود اوزيل. شفاينشتايجر يعطي كرة الامريكان والركنية، الكرة بالراس وخطيرة، وامكانية دراكسلر اللي يسدد باليسار. الفرنسي امريكان في التمهيد لجيروم بواتانغ يوزع التصويب. مسعود اوزيل، كرة في دار الدفاع لتوماس مولر. 20 دقيقة لعب. اوزيل يوزع، تتعدى الكرة ومرة أخرى لوران كوسياني. كيميتش يوزع وتصويب. دفاع فرنسا مرعب هذا المنتخب الألماني. كيميتش يحاول التصويب. المنتخب الألماني في مناطقه. جريزمان وذع الكرة، يرجع لمسعود اوزيل في القائم الثاني. المنتخب الفرنسي جريزمان يبحث عن المخالفة ويعطي له الحكم ورقة صفراء في البال كذلك. إذا الكرة ثابتة مشاهدينا الكرام، قد تأتي من نجم اليوفي بول بوجبا، يسدد ولكن صالح. مانويل نوير، جريزمان، جيرو وشفاينشتايجر. هكتور اللي وسع في القائم الثاني. مولر يتحرك ومولر يحاول التصويب على مرتين. جولاريس، كروس اللي وسع وكرة مرت على الكل. رايح الباتريس إبرا، كرة جريزمان ذاع في هذا المكان. كيميتش يوسع. لوران كوسياني. طبعا منتخب ألمانيا
ليس هو منتخب ايسلندا سيدي ديديشان. الفوارق كالفرق بين الثرى والثريا. اضطراب في الاداء الفرنسي. اوزيل يعدي شفاينشتايجر او توني كروس والورقه الصفراء. هرب جيرو التصويب. روعه بنديكت فنادوفيديس من الروعه. كيميتش كره رائعه دائما وتوماس ميلر ابراز ماتويدي يوسع افراع. اوليفييه جيرو بول بوجبا كره طويله التصويب بالراس من ديمتري بايت. وما زالت الكره في الدفاع الالماني. الحكم يعطي مخالفه. ماذا يقول؟ يقول ضربه جزاء. ماذا يقول الحكم ريتسولي؟ يقول ضربه جزاء. قرار غامض من نيكولا ريتسولي يعطي ضربه جزاء للمنتخب الفرنسي. مانويل نار الاسد الالماني امام انطوان جريزمان. كل التاريخ يتقدم. انطوان جريزمان جول. بركان غليان انطوان جريزمان باجمل الاقدام. ديشان في حالة ذهول. المنتخب الفرنسي مشاهدينا الكرام بضربة جزاء يعطي الأسبقية. طويلة الكرة من جيروم بواتانغا. تأمين الدفاعي ممتاز مع جريزمان جيرو تصاوب على الركنية. دخول مدوي للديك الفرنسي. يرتقب إماد موسى سيسوكو. كرة عرضية وجيرو يراوغ ويصاب. سعود اوزيل على اليسار. إكتور يوسع. دراكسلر اللي يوسع. تدخل للسامعين أمتيتي. يسار إكتور وحده. تأتي الكرة لإكتور. قراءة ممتازة من اوزيل. وصول متأخر إكسلان لأمريكان. هجوم ألماني وكان يتفوق عليه مدافع مانشستر سيتي أو موسى سيسوكو. متوسط ميدان ودراكسلر ينال البطاقة الصفراء. بوجبا دراكسلر يعدي كرة في ظهر أمتيتي. المرور أمام باتريس إفرا. دراكسلر ولا يمر أمام الخبير باتريس إفرا. نجم اليوفي أمريكان اللي وزع. تدخل مرة الأولى من كوسيني ومرة ثانية من قلب دفاع أرسنال. وريتسولي يعطي التسلل. أوفيديس يتفوق عليه. جريزمان يعود من جديد. أوفيديس. أوزيل في موقع متسلل. مسعود أوزيل والراية الإيطالية. كروس. كرة صعبة خارج الميدان. يوزع جريزمان. الكرة لكوسيني. طبعا هذا هو لوران كوسيني. تدخل منطقة الجزاء. توماس ميلر في التمرير ويرجع جريزمان. إكتور التدخل. المرور للثانية اللي تفضل لهذه الكرة امام مسعود اوزيل. ممتازة. كيميتش اللي يوسع. سامويل أمتيتي. الألمانية ممكنة. كرة بالراس تدخل اوليفييه جيرو والمخالفة للدفاع الفرنسي. إكتور التدخل في الوقت المناسب. بايت التصويب. غريبة. قلت لكم مشاهدينا الكرام يفتقد للأكسجين الآن ديمتري بايت في مباراة لا تحتمل الانتظار. والمخالفة بتدخل سيسوكو على مسعود اوزيل اللي يوسع. غريبة مستمع يوسع. مليونير. جول. الهدف الثاني يا خياني. الفريق الفرنسي متحدي. الديك يصيح بحيرة سامي خضيرة. المنتخب الفرنسي في لحظاته المثيرة. الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. توماس ميلر. دراكسلر والحكم يعطي مخالفة مرفوقة بانذار لأنطوان جريزمان. نجم ارسنال يتقدم. لا دراكسلر يسدد. غريبة مرة أخرى وعجيبة. قد يكون فرنسي. بوجبا
كيميتش يحذر وامكانيه التصويب على القائم الايمن لجولوريس. ينجح الان، شوف الكره، جيرو دراكسلر يعدي مع باكاري سانيا، توني كروس يوسع وكره مستافي بل الا هدف واحد طيله الدوره. واو كيميتش يلعب بالنار، الريتسوني يخلي مبدا اتاحه الفرصه، يرجع لها يقول دي ديشون يلعبها صح منذ البدايه، يربح بثلاث امتار، يوسع كره، الكره كروس براس اوفيدنس، اوزيل في ظهر الدفاع، موسى سيسوكو اجل الضربه القاضيه، ماتويدي يوزع، إماد يوزع لمن تغني، يحاول المرور، التوزيع، كرة سريعة لكيميتش وصعوبة اختراق جينياك امامه ليراي ساني، يلعبها إصابة، دراكسلر يغير لليسار بقيادة لوران كوسيني، كرة بدون عنوان، شوت هرب جريزمان، هي بكل تأكيد لحظات تاريخية لهذا الجيل الفرنسي الفذ. يواصل كروس يغادر جريزمان اللي يستحق أن يخرج بطريقة بطل الأبطال أنطوان جريزمان. الإنجاز يهزم بطل العالم المنتخب الألماني، يوسع، شنو هذا؟ اخر الومضات، اخر اللمسات، يدخل منطقه الجزاء والحكم ريتسوني يتردد. شوف نقولو كانتي ساير ورا كل كره، اعظم حراس العالم، يرجع المنتخب الفرنسي ويقتل التشويق. جول لوريس لجينياك، لكن مانويل نوير انتهى الوقت. يعلن الان نيكولا ريتسوني بتأهل للمنتخب الفرنسي على حساب سحب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة. المنتخب الألماني بهدفين لأنطوان جريزمان، ذا بيست مان. لكم مني مشاهدينا الكرام أجمل تحية نقول